الحبس بين 5 و10 سنوات لكل وال أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية أو غيرهم من رجال الإدارة الذين يتخذون قرارات أو تدابير تهدف إلى إصدار أوامر الجهات القضائية. الحبس بين 2 إلى 5 سنوات، وغرامة بين 20 و50 مليون لكل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاض أو ضابط عمومي أو موظف أثناء تأدية مهامها. العقوبات تشمل المعتدين على الأساتذة والمعلمين والآئمة، وقد تصل إلى الحبس بين 5 و10 سنوات إن ترتب عن العنف جرح أو مرض أو إسالة دماء. الحبس بين 3 و5 سنوات، وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يهين أو يسب أو يقذف بأي وسيلة رمزا من رموز ثورة التحرير. السجن المؤبد لكل من يسرب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع والاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.